ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده الحلقة الأولى من ازاي تعرفي أو تعرف نفسك. ازاي أعرف نفسي؟ فأول حاجة لازم تقعد مع نفسك وتدور ايه هي أكتر حاجة ممكن تبسطك. هل انك انت تخرج ولا ان انت تقعد لوحدك؟ هل ان انت تتكلم مع قرايبك ولا انك تتكلم مع حد خارجي؟ ايه اللي جواك؟ اقعد مع نفسك واعرف اولا ايه الحاجة اللي ممكن إيه انت بترتاح فيها، إيه المكان، إيه الاشخاص اللي انا ببقى مرتاحة قوي وانا قاعد معاهم، إيه الكلام اللي انا بحب اللي انا اتكلم فيه. لما هتعمل ده هتعرف اول حاجة من نفسك، هتعرف اول حاجة انت جواك انت عايز يبقى مين معاك. تاني حاجة ما تخليش أهدافك قليلة. حط دايما أهدافك على حاجة فوق اللي انت ممكن تكون متخيل اللي انت هتعمله. طيب حد ممكن يقولي طب ما هو ممكن دوت يجيب لي اكتئاب لما انا ما اعملوش. لا، انت لما تجتهد وتحاول على قد ما تقدر انك تطلع فوق لتوقعاتك دي، ممكن في الاول ما توصلش للتوقع اللي انت شايفه مستحيل، ومفيش حاجة اسمها مستحيل. ممكن انت ما توصلش في الاول ولكن هتوصل لقريب من ده، وبعد كده هتوصل وبعد 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 لحد ما توصل للحاجة اللي انت لما تقعد مع نفسك وتفتكر اللي انت كنت فيه ما كنتش مش هتستوعب ان انت وصلت للحاجة دي. فدايما خلي هدفك فوق الحاجة اللي انت شايف ان انت ممكن ان انت تعملها، وما تشغلش بالك باللي يقولك لا إيه ده شيء مش هيحصل او ازاي مفيش حاجة يعني بتؤشر لك ان انت ممكن ان انت تعمل حاجة زي ديت، او ممكن تنجز اصلا في حاجة زي ديت. لا، ما تسمحش لحد ان هو إيه يهبط من عزيمتك، إيه يقلل من قدراتك. ما تقعدش مع حد يديك طاقة سلبية. لما تلاقي نفسك اللي حواليك دول بيدوك طاقة سلبية ابعد عنهم، لان ده هيأثر عليك وهتفضل طول حياتك قاعد في نفس المكان اللي انت فيه، مش هتتحرك. طيب انا دلوقتي حطيت اهدافي. غير روتين حياتك. بمعنى، هو طبعا افضل شيء لو تخلي نفسك ان انت بداية يومك يبقى من الساعة 5 الصبح، تصلي الفجر وتبدأ يومك. ده افضل حاجة. طيب انا ممكن ان انا مثلا واحد مثلا باجي او واحدة باجي الساعة 11 او 12 بالليل بكون مخلصة كل حاجة، فانا هنام في الوقت دوت، فاكيد طبعا لما ابقى صاحية الساعة 5 مش هبقى مركزة. ماشي، هو هصلي صلاة الفجر وتكمل نومك ثاني. بس ممكن مش معنى كده ان انت يبقى لازم ده، لا، شوف مثلا ممكن مثلا ان انت تصحى مثلا في وقت ماشي متأخر شوية، بس تتغير الروتين اللي انت بتعمله كل يوم، تخلي في حاجة مفيدة انت بتعملها في اليوم. لما هتلاقي نفسك في حاجة مفيدة انت بتعملها في اليوم، ده هيغير من نفسيتك. هتحس ان انت بتعمل حاجة مختلفة، حاجة انت يعني انت كده مش مقصر جوه نفسك، مش هتحس بالتقصير. طيب انا غيرت الروتين اللي انا بعمله. ادي لنفسك ساعة كده في اليوم، او لو انا مش هقدر ان هي تبقى ساعة، ادي لنفسك نص ساعة في اليوم تسترخي خالص وما تفكرش في اي حاجة. ما تفكرش في اي حاجة، بمعنى فعلا ما تفكرش في اي حاجة، تفصل. بتريح ذهنك شوية، ريحي دماغك شوية، افصلوا يعني افصلوا من الالتزامات، افصلوا من المسؤوليات، افصل من كل حاجة ممكن تضايقك، افصلوا شوية. طيب انا غيرت الروتين اليوم وخليت فيه حاجة مفيدة في يومي. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تواظبوا على اذكار الصباح والمساء. ممكن في الاول اقولها يوم، او اقول اذكار الصباح وما اقولش اذكار المساء، اقولها يوم واسيب يومين، مش مهم. بس مرة في مرة هتتعود على ده. وواظب اكتر على صلاة الفجر. صلاة الفجر ديت يا جماعة انتوا لو واظبتوا عليها فترة هتحسوا بتغيير، وهتحسوا براحة في حياتكم. يعني قد ايه كان في راحة. يعني بجد جربوا ان انتوا ما تسيبوش صلاة الفجر.
تواظبوا عليها فترة، هتلاقي انت ذات نفسك بعد كده مش هتقدر ان انت ما تقومش تصلي صلاة الفجر. تصلي صلاة الفجر، تقول أذكارك، وبعدين لو عايز تنام تنام، وبعدين بقى تشوف الحاجات اللي انت عايز تعملها في يومك. وما تنسوش ان انتوا تخلوا في حاجة في يومك انت تكون حاببها، وانك انت تفصل القدر اللي انت تقدر ان انت تعرف ان انت تفصل فيه، علشان خاطر تحس ان في حاجة في حياتك مهمة. لما هتحاول ان انت تعمل ده، لما هتحاول ان انت تواظب على ده في حياتك، هتلاقي فيه تغيير. هتحس ان انت فعلا بتعمل حاجة مفيدة. والافضل والاحسن لو احنا عرفنا كمان ان احنا يعني لو ان انت تقرأ آية في اليوم، يعني على ما اظن آية دي مش هتاخد حاجة. احنا ممكن يعني نمسك الموبايل نقعد عليه بالساعات، 3 4 ساعات مسكين. فمش هيحصل حاجة لو انت خليت فيه انك انت تاخد آية في اليوم تقرأها كل يوم. ولو والله لو الآية ديت لو انت قعدت تكررها شوية هتحفظها. ولو انت عملت دوت، شوف انت بعد ممكن قد ايه هتكون ختمت القرآن وحفظته. فما تستهونوش بحاجة، ما تستهونوش بحاجة ان هي بعيدة. ايه ده، وانا ممكن ان انا احفظ القرآن؟ ممكن انت تحفظ القرآن لو حطيت فعلا هدف جواك وفي دماغك، اكيد هتوصل. ودايما تدعي ربنا بالاشياء اللي انت نفسك فيها دي. يا رب انا نفسي في ده، فيسر لي اموري فيه. إيه، انت نفسك في حاجه طيبه، نفسك في حاجه يا ربنا يعني رب محببه، مش حاجه وحشه، فاكيد ربنا هيوفقك ليها. ولما تلاقي نفسك في وقت مخنوق او في حاجه مضايقاك او اي حاجه، لو اتوضيت وبنيه من بدايه وضوءك كده ان انت انا بتوضى، او انتي انا بتوضى علشان خاطر انا بشيل الذنوب والسيئات اللي انا بعملها. لو عملت كده وقمت صليت ركعتين وانت ساجد، تحكي لربنا كل اللي انت نفسك فيه، بدل ما تروح تحكي لحد واحد صاحبك يجي يقول لك بعد كده انت كنت بتاع، انت كنت قلت لي انت وانت وانت وكل الحوارات دي. اسجد واحكي لربنا على كل اللي جواك، احكي لربنا على كل الاشياء اللي هي مضايقاك. احكي لربنا وبثقة، وان شاء الله هتوصل للي انت عايزه. بجد انت لو انتوا عملتوا كده في الحياة، عملتوا كده في حياتكم، هتحسوا بتغيير كبير. حاول ان انت على قد ما تقدر، او انت على قد ما تقدري، الفترة اللي انت تواظب عليه اسبوع، واظب اسبوع او اسبوع او 3 4 ايام على حاجة زي دي. بعد كده هتحس ان انا حابب اعمل اللي انا كنت بعمله ده، وبجد هيغير كتير قوي من حياتكم. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل